بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. آه هنعمل حاجة كده حلوة للأطفال. هنعمل بوريك. هقول لكم مقاديره والطريقة وهنشوف كل حاجة مع بعض. احنا عندنا كده كيلو دقيق، عندنا كيسين خميرة، و... ودي جبنة للحشو، ودي خلطة كده للحشو برضه، وكوباية مية دافية، وكوباية لبن رايب، وصلصة اهو اللبن اهو وصلصة ورشة بيكنج باودر ورشة ملح. هنشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنحط كيسين الخميرة، طبعا الخميرة لازم سكر، معلقتين سكر كبار، وكوباية مية دافية. نحطها كده ايه، ندوبها شوية، واحنا مش عايزينها تخمر ولا حاجة، احنا هنحطها على العجينة على طول، بس احنا بندوبها شوية عبال ما ايه، ما نحط المواد الجافة دي على بعض. هنحط ايه بقى، رشة ملح ورشة بيكنج باودر، يعني مثلا ايه، معلقة صغيرة كده او اقل، يا رشة كده، هي معلقة صغيرة عشان بتديله هشاشة كده وبتبقى هشة وحلوة. حط بقى ايه دلوقتي عشان لونها بيبقى لونها احمر كده وبتبقى جميلة كده، بنحط لها معلقتين صلصة زي ما احنا شايفين، ونضيف الخميرة بالسكر، والمية دي دافية دافية مش سخنة يا جماعة، عشان المية السخنة بتبوظ الخميرة، لازم تكون دافية. ودي حوالي كوباية ونص لبن رايب كده، او كوبايتين زي ما انت عايزة يعني. ما عندكيش تكملي بالمية الدافية، حطي كوباية وحطي مية دافية. ممكن تحطي زبادي، بس اللبن الرايب بيديها طراوة وهشاشة وجميل بصراحة. نحط كده اللبن الرايب لحد ما يخلص، وبعدين ايه، نكمل بالمية الدافية، لازم تكون المية دافية. هنعجن بقى، هي العجينة بتاعتها بتبقى يعني بتلزق كده، واحنا عايزينها كده لان هنفردها على دقيق، ونحط لها معلقتين زيت كده عشان نلمها، بس هي اتلمت من معلقتين الزيت دول. وما شاء الله ما شاء الله العجينة جميلة وطرية ومقولكيش يعني، حلوة جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي، هنغطيها ان شاء الله بالورق الاسترتش ده كده، بالرول، وهنسيبها تخمر. حطيها بقى في فرن دافي، تسيبيها وتشوفي اللي وراكي وبعدين ترجعي لها. بصي ما شاء الله ما شاء الله، بس الطبق اتملى ازاي، ما شاء الله، وناجحة وجميلة جميلة جدا، العجينة زي الفل. عندنا الحشوة اهي، هنقطع بقى دلوقتي، هنهبطها الأول ونلمها ونطلعها على دقيق، عشان هي ملزقة، بس أنا عايزاها ملزقة كده عشان تطلع ايه كويسة. معلش استحملي شوية، لازم تبقى ملزقة كده عشان النجيع الطريقة تطلع ناجحة يعني. هترشي كده دي وتقطعي عليها، تعوزي ايدك دقيق او زيت وامسكي العجينة وقطعي بيها. هتمسكي آه العجينة اهي كده، بصي تلميها كده بالدقيق شوية اهي، بصوا مسكت ازاي، ولا تقولي دي اللي كانت طرية في ايدينا دلوقتي. فانا همسكها كلها اقطعها يعني قطع على قد ما انت عايزة، انت عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزاها وسط، زي ما تحبي. بس انا بعمل الطريقة اللي هي موجودة في الفرن بتاع المخبوزات الفطاير والحاجات دي، يعني انا عملتها زي ما بنشتريها من بره يعني.
خلاص كده. بص الكيلو عمل لنا كمية قد ايه ما شاء الله. ولا تروحي تشتريها من بره وما تعرفيش بيعملوها ازاي بايدك، حاجة نضيفة كده لأولادك، وتخافي على صحة أولادك يا حبيبة قلبي. هنا أنا عاملة زيتون وجبنة رومي ولانشون، بحشي بيه كده. ممكن تعمليها من غير حشو خالص خالص، ممكن تحشيها بسطرمة، ممكن تحشيها جبنة قريش، ممكن تحشيها جبنة فيتا. أي حاجة حبيبة قلبي احشي الموجودة عندك. لو عملتيها فاضية كده والعيال ياكلوها بالشاي باللبن كده، ولا يمسكوها في ايديهم كده، احسن ما تشتريها من السوق والله. دي جبنة كريمي كانت عندي، فقلت احشي بيها برضو. يعني انا عاملة بالجبنة الكريمي دي، وعاملة بالخلطة اللي وريتها لكم دي، الزيتون فاحنا ايه، يعني اي حاجة موجودة في البيت. بس الخلطة دي جميلة، طلعت طعمها حلو قوي. اهو بالشكل ده، شايفين كده. هنفضل نعمل لحد ما ايه الكمية كلها تخلص. بصوا حبايبي، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب صفار بيضة، معلقة صلصة، صفار بيضتين اهم عشان يقضوا الكمية كلها، معلقة صلصة، ممكن تحطي رشة فانيليا عشان زفارة البيض، وهنحط عليها شوية لبن ونقلبهم كده مع بعض كويس. الصلصة دي احنا حاطين جوه وبره، بتديها لون جميل كده وطعم كمان، مش لونه بس. فاحنا نقلبها تقليبة كويسة جدا، ونجيب فرشة بقى وندهنها كده كويس بالشكل ده اللي احنا شايفينه كده. انا بوريكم صينية واحدة وانا هعمل كل الصواني بالطريقة دي. والصلصة عاملة لون كده كمان، اما تستوي هتلاقوا اللون ده واضح اكتر يعني. ماشي حبايبي. بعد كده هنجيب ايه بقى؟ انا عندي سمسم، لكن انت عندك حبة البركة على سمسم، حطي اي حاجة، حطي تدهني البيت كده وبس على كده من غير ما ترشي حاجة. ماشي، الموجود عندك ما تقفيش. يعني اي حاجة حلوة للاولاد احسن ما تجيبيها من السوق. وكمان الفرن بيدفي كده الشقة، وبيعمل ريحة العجينة دي في البيت خير وبركة والله العظيم. يعني والله يعني جربوا وانتوا ايه، هتحسوا باللي انا بقول لكم عليه ده لما تعملوا. بصوا الكمية كلها، بصوا الكيلو دي عمل قد ايه ما شاء الله ما شاء الله. اهو ده كل ده كيلو دي، وما كلفناش اي حاجة. الحاجات عندنا والجبنة عندنا والدقيق عندنا وكل حاجة والله موجودة. لو بصيتي بصوا حطيتها في الفرن استوت وطلعت. بصوا شكلها بقى، بصوا الصلصة اللي قلتلكوا عليها والبيض، بصوا الجمال والحلاوة. بصوا نفشت قد ايه. رشة البيكنج باودر برضو عطيتها طراوة، واللبن الرايب، والدقيق يكون واثقة فيه. يعني انا مش عارفة امسكها لانها سخنة جدا، بس هي طرية وجميلة. يلا، الله الله، بصوا الجمال بقى. شايفين؟ قاعدين كده وتعملي كوباية شاي وتاكلي وما شاء الله مستوية من فوق ومن تحت، وحاجة جميلة جدا. يلا اعملوها وتاكلوها بألف هنا. متنسوش اللايك والاشتراك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قبل ما نبدأ كده نصلي على الرسول.
صلوا معايا كده وسلموا عليه. ربنا يا رب يجعل ايام سعيدة على أمة محمد. دلوقتي يا حبايب قلبي، هنعمل حاجات للأطفال برضو تنفع المدرسة، تنفع الفطار، تنفع العشاء. يعني الحاجات دي بنشتريها من بره غالية وما نضمنش برضو النظافة بتاعتها. فهنعمل الكرواسو ده مقاديره: كيلو دقيق اهو زي ما انتوا شايفين كده، وكيسين خميرة اهو. هنحط عليهم معلقتين كبار سكر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كوباية مية دافية، دافية بمعنى دافية، يعني المية ما تبقاش سخنة، لان لو سخنة الخميرة هتبوظ على طول. هنحط عليها كوباية مية دافية دافية. فاهمين؟ انا باكد عليكم اهو عشان الخميره ما تبص منكم، وطبعا تكوني ايه، انا متاكده منها، فانا مش هخليها ايه تخمر ولا حاجه. انا عارفه الصلاحيه بتاعتها ومجرباها كتير. حطينا على كيلو دقيق رشه ملح وحوالي 4 معالق لبن بودره عشان يبقى مغذي وجميل للاطفال برضو. يعني تاخدي كده الحاجه، طبعا بره مش بيحطوا لبن بودره ولا حاجه. وحطيت عليهم بقى الخميره بتاعتها، يعني كوباية الخميرة بالسكر بتاعها بكله. هنحط عليها حوالي ربع كوباية زيت، وهنسمي الله بركة الله كده وايه ونام. في بقى في المقادير في لبن رايب اهو احنا شايفينه. فاللبن الرايب ده بيخليها بيديها هشاشة وطراوة مش معقولة، بتبقى جميلة جدا في نفس الوقت مغذية. يعني فيها لبن رايب وفيها لبن بودرة وفيها دي طبعا، والحاجات دي بتخلي طعمها جميل. او لسه هنحط لها ايه، زبدة. دي هتاخد حوالي نص كيلو زبدة. فاحنا بنقلبها كده مع بعض. هنعجنها بقى عجنة حلوة. لما يعني هي دلوقتي كده هتعوز مية، هنحط لها حوالي كوباية مية دافية تاني وحبة لبن رايب كمان. فانا مش هطول عليكم، فهعجنها عجنة حلوة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بقت ملساء وطرية ازاي، بقت تحفة 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 يعني. العجينة جميلة وطرية وجميلة وزي الفل اهي. شايفين يا حبايبي؟ سهلة وبسيطة، وما ما يعني ما تعبناش في اي حاجة. يعني كل حاجة عندنا والله تعتبر موجودة في البيت. والزبدة عندنا بتبقى في الفريزر وفي التلاجة وكله موجود الحمد لله. انا غطيت عليها، حطيت لها ستريتش وغطيت عليها، سبتها ساعة. بصوا بعد ساعة بقى ما شاء الله، بصوا الضعف ازاي، نص الكيلو بقى قد ايه. فبنتي حبيبتي هتلمها بقى بايديها. وهنحط على البتاع دي البلاستيك دقيق، ونرش عليها برضو رشة دقيق برضو، وبالمردانة كده برضو ايه دقيق، ونروح فردينها فردة كويسة. يعني نخليها سمك ايه سنتي مثلا اهو زي ما احنا شايفين كده. هنعمل ايه، مقطعين الزبدة، مقطعينها حتت حتت كده مكعبات، ويكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا ما تكونيش مطلعاها من الفريزر، بس تكون في التلاجة ويا دوب لسه مطلعاها برضو، ولا تبقى سايحة ولا تبقى جامدة. يعني بصوا مليناها ازاي زبدة كده جميلة ما شاء الله. هنعمل شكلين دلوقتي من الكرواسون، هنعمل شكلين. فبص اول شكل المعتاد اللي احنا بنجيبه طبعا من الفرن، هتعرفوه دلوقتي. بصي بنتي عملت ايه، قطعتها كده وفي النص يعني انت شايفه في النص ما جيناش جنبه، اتقطعت من الحروف بس. وبعدين هتلم دي على دي، واحده من دي واحده من دي زي ما احنا شايفين، وبعدين تتنيها كده على الحته دي اللي هي اللي في النص، وبعدين تجيب تاني يمين وشمال. هتفضل على كده لحد ما تخلص كل الكمية كلها. كل
العجينة هي خلصت كلها، وكلها في كل الرقات لازم تتأكدي ان يكون فيها زبدة، يكون دخلها زبدة. دي هنقفل عليها ونسيبها ترتاح شوية، وهنفرد التانية بنفس الطريقة. الجزء التاني ده كل ده كيلو، الجزء التاني هنفرده ونعمل نفس الموضوع اللي انتوا شفتوه ده برضه. وبعدين هنفرده، ما يهمكيش لو هي اتخرمت كده وطلعت زبدة او حاجة، ما فيش مشكلة، انتي بس اعملي وكل ده هيتلف تاني، مش هيبان اي حاجة. تلاقيها مش بتفرد معاكي، رشي رشة دقيق وافردي، هتفرد معاكي لحد ما تفرد بقى تمام كده حلوة، وتلاقي السمك كده حوالي سنتي كده، اهو زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده تمام. ده الشكل التاني. ده الشكل التاني اللي هو الكرواسون له شكل تاني. فهنشوف يا حبايبي هنعمله ازاي دلوقتي. ده بقى بنقاطعينه كله بقى، مش في النص، مش متقطع، لا دي قاطعينها كلها. لما تشوفيه يا حبيبتي دلوقتي هتعرفي ان هو ده. لو وصلتي معايا لحد دلوقتي كده معايا واستفدتي كده من اي حاجة ولو بمعلومة صغيرة، متنسينيش في اللايك، ولو مش مشتركة اشتركي عشان يوصلك كل جديد مني. بعدين بصي بقى، شايفة هي لفتها ازاي اهي، قربت لك اهي الشكل ده، عارفين الشكل ده؟ ده اول شكل، لكن دي تاني عجينة هنفردها، كانت مرتاحة وعاملينها بالزبدة كده وعاملين. ده التاني، ده الكرواسون اللي هو ايه، اللي هو بتلفيه كده زي الرول كده، زي المثلث. بصي ده بقى، ده برضو طبعا ده مش بيتحشى ولا حاجة، لكن عايزة تحشيه حشيه، هو كفاية عليه الزبدة اللي فيه. عايزة تحطي جبنة حطي، عايزة تحطي شوكولاتة حطي، تحشيه شوكولاتة اللي هي السايلة، نوتيلا، اعملي براحتك انتي وبراحتك. بس انا بصراحة هي واخدة زبدة واخدة لبن بودرة ولبن رايب، هي دسمة وجميلة وطعمة جدا جدا جدا، وطبعا غالية بره وكده وتجيبي مش حلوة، مش حلوة زي البيت طبعا. بصوا الشكلين هم قدامكم، ده الاولاني اللي عملناه الاول، ودي اللي ارتاحت وقطعناها وعملناها كده كرواسون. هنجيب بقى صفار بيضة، شوية لبن، شوية فانيليا، وندهن كده الوش كله كويس قوي. طبعا الحاجات دي مفيدة لأطفالنا، لأن انت وبعدين ضامنة النظافة، وانا اهم شيء عندي اولا واخيرا النظافة، ان انت عاملة حاجات وتحطيها للأولاد كده وهم كمان بيشوفوها وهي بتتخبز كده بيبقوا عايزين ياكلوا يعني، والبيت بيبقى فيه بركة والله وجميل، وريحة العجينة في البيت مقولكوش والله العظيم بتبقى ايه، جميلة. بس يا حبايب قلبي هنحطها في الفرن، رشناها بتاع اهي طلعت كده بقت بالشكل ده، بقت بالشكل ده. شايفين الرقات بقى باينة ازاي؟ ده اللي كانت صغيرة بصي كبرت ازاي، ودي اللي هي الملفوفة مستوية من تحت ومن فوق، مع كوباية شاي بقى تفطري بيها، تاكليها بالليل لو عايزة تاكلي حاجة. الواحد بيجي بالليل بيبقى عايز ياكل حاجة كده مع الشاي. بس كده حبايب قلبي، ما تنسونيش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا حبايبي؟ النهارده جايه لكم بوصفه سريعه وبسيطه جدا، وللاطفال الموجوده في البيت وللكبار عشان انا باكلها. فدلوقتي هنعمل مع بعض طريقه بالموز. عندنا موز في البيت، عندنا جوز هند، عندنا شوكولاته، باكل شوكولاته.
ف يعني حاجات بسيطة جدا ب3 مكونات بساط جدا ممكن نعمل مع احلى حلوى جميلة ولذيذة. دلوقتي انا مسكت الشوكولاتة وحطيتها في بولة وهسيحها على البخار. وكمان شوكولاتة ميلكا دي انا حطيتها للطعم، وحطيت معاها شوكولاتة خام هوريكم شكلها دلوقتي لما تسيح على النار. دلوقتي انا مسكت الموز واهرسه كويس جدا يبقى معايا بيور قوي كده، وبعدين احط عليه جوز الهند وافضل اقلبه لحد ما جوز الهند يغلف جدا الموز ويبقى عامل زي العجينه في ايدي كده، اقدر اشكله بكل سهوله. كده انا قلبته كده بالطريقه دي. وبعدين حطيت مكسرات مجروشه عندي، بندق ولوز وفستق مجروشين عندي حطيتهم. ده طبعا اختياري، ممكن تحطي سوداني، ممكن تحطي نوع واحد من المكسرات على حسب انت بتحبي ايه. دلوقتي انا بشكلها، بصي بتتشكل في ايدي بكل سهوله، ما بتلزقش في ايدي ولا اي حاجه خالص اهو. وانا عملتها صغيره خالص على قد البق وعلى قد الطفل اللي بياكلها، واشكلها بالطريقه دي. حاجه سريعه ولذيذه وما خدتش وقت خالص وانا واقفه بعمل الاكله، عملتها تمام. وتشكلت كده هحطها في التلاجة تمسك نفسها شويه وتتماسك. وطبعا الشوكولاته بعد ما ساحت اهي حطيت لها شوكولاته دارك علشان هو خام، علشان خاطر تعمل القوام ده معاه. فهتلاقيها عند مستلزمات الحلواني. دلوقتي غلفناها اهو بشوكولاته. طبعا انا مش عايزه اوسخ ايدي ولا حاجه، فاستخدمت معلقتين اعمل بيهم كده تمام. غلفت بيهم كويس جدا، ولا فرن ولا بقى عجين ولا الكلام ده، لا لا لا، حاجه لذيذه وسريعه. ولو جايلك اطفال كمان اعملها لهم هيفرحوا بيها قوي. اغلف بقى كل الكميه الموجوده عندي واخدها احطها في التلاجة. لو انتي مستعجله عليها حطيها في الفريزر وهتاكليها في نفس يعني بعد ساعتين. لكن انتي مش مستعجله عليها ممكن تسيبيها في التلاجة عادي، تعمليها الصبح مثلا وتسيبيها في التلاجة عادي لحد بعد الظهر، هتبقى جميله ومتماسكه زي ما احنا شايفين كده. فكرتني بشوكولاته جيرسي اللي هي جميله ومتغطيه شوكولاته من جوه جوز الهند، خطير وروعه. بس الاضافه الموز، لان الموز جميل جدا وحبايبي صغيرين اللي ما بيرضوش ياكلوا الموز هياكلوه هنا ومش هيحسوا ان هو موز، لان طعم جوز الهند هيغطي عليه جدا. وهنرصه كده في الطبق نقدمه لحبايبي الحلوين الصغيرين وحبايبي الكبار اللي زيي بيحبوا الحاجات دي. نزينها بالمكسرات الباقيه عندي. واذا عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسيبولي كومنت عشان تقولولي عجبتكم ولا لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده ان شاء الله هعمل لكم رز بلبن في الفرن. انا عملت لكم الرز بلبن قبل كده العادي اللي هناكله ده اللي بيتحط في التلاجة ويتاكل ساقع. فالنهارده هنعمله في الفرن ان شاء الله هيعجبكم، وصفه جميله وهتعجبكم جدا. المقادير بقى يا حبايبي: كيلو لبن انا غلياه اهو، وحتى عامل القشطه اهي، عامل قشطه عشان انا غليته وسبته ما برد، راح عامل القشطه دي انا عايزاه بقشطته كده بحاله. وكوبايتين سكر ومعلقتين نشا، 4 معالق نشا وفانيليا وكوبايه رز. كوبايه الرز دي يا حبايبي هاخدها هسلقها وهجيبها لكم بعد ما اسلقها نحط عليها بقى المقادير.
تعالى بقى اهو. اهي سلقتها، بصوا سلقتها لحد ما هريتها كده. هي دي الكوبايه ايه كلها سلقتها في ميه بس. وهنعمل ايه بقى؟ هنضيف عليها ايه؟ اللبن والحاجة. هنضيف عليها كيلو اللبن، قشطة كده بحاله. اهو. وهنسيبه بقى ايه يغلي عبال ما ندوب النشا والقشطة دي تفك كده، على بال ما ندوب النشا ونرجع لكم. اهو داخله على الغليان بقى اهو. هحط ايه؟ هحط كوبايتين السكر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف كوبايتين اهو. هنشوف لو السكر كويس مش هحط دول زي ربع كوبايه. لو لقيته حلو، لو لقيته عايز سكر هحطهم دول. وهحط ايه؟ النشا. هجيب النشا واحطه. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوف السكر كده. مية مية، جميل جميل جدا. يعني انا الكوبايتين شلت منهم ربع اهو. بالنسبه لنا اللي يحبه حلو قوي حط دول. هيغلي بقى ومش هتقله قوي، يعني انتوا هتشوفوه معايا. هيغلي وهنظبطه كده كام غلوه عشان النشا يستوى بس. وهجيبه بقى ونشوفوه واحنا بنغرفه بقى وكده. واحط له الفانيليا. مش هحط له الفانيليا دلوقتي، انا بحب احط الفانيليا دي في الاخر. ماشي يا حبايبي. اهو اهو زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا بقى، انا مش عايزاه تخين، انا عايزاه كده لان ده لسه هيتحط في الفرن وكده هيجمد. احط له ايه؟ احط له فانيليا، يعني زي كيسين فانيليا كده. ماشي. وحطيت سايبه اهي. واو واو، جميل والله، ريحته روعه. هنغرف بقى. هنجيب المغرفه ونغرف. بصوا حبايبي، انا هحط ايه في البرام. ما تقولوش ده سايب ولا حاجه، ده كل ده هتشوفوه هيمسك. لان لما بيبقى تخين وتيجي تاكله بيبقى مش حلو، بيبقى عامل زي الرز المعمر. لكن ده رز حلو، فلازم يبقى عامل زي المهلبيه كده، ويبقى ايه، يبقى طعمه خرافه. هيعجبكم والله ان شاء الله. اهو يا حبايبي اهو. طبعا هنمسح اللي على الحروف ده وكده، وممكن نحط في ده برضو اهو. اهو. وانا بقى حامله ده وحامله النوع ده والنوع ده، وهرجع لكم تشوفوه. يا حبايبي اهو، كوبايه الرز عملت معايا دور 5 جرام و3 دور اهو، ولا اروع. لسه ما يخشوا الفرن ويطلعوا. ده بقى ما يتحطش عليه ولا مكسرات ولا قشطه ولا اي حاجه. هو كده خفيف بلبنه بقشطته بحاجته، وهياخد وش طبعا من فوق، وهيبقى طعمه. وبعدين انا عاملاه، مش بصوا عامله ازاي بيتهز ازاي. لو انت عملتيه تخين كده يبقى انت تاكدي انه ما هيطلع وحش. لازم يبقى كده عشان تضمني ان هو يتاكل زي الايس كريم كده. بس بعد الشوايه ان شاء الله هنحطه في التلاجة يرطب وناكل بقى زي ما احنا عايزين. في الشتاء بيطلع من الفرن ممكن تاكله على طول، لكن احنا دلوقتي في الصيف بعد ما يطلع ويهدى نحطه في التلاجة نسقعه ونطلعه. اللي عايز يحط ايس كريم من فوق وياكل براحتكم يعني. هنحطه في الفرن ونرجع لكم تاني.
اهو ما طلعوا يا حبايبي اهو، سخنين بس نار نار، والريحه والله ما اقولكوش فظيعه. لسه في اتنين في الفرن بس انا طلعت دول عشان اوريهم لكم، والله العظيم تحفه تحفه. بصوا برضو لسه هم طريين شويه شويه سنه، وما يتحطوا بقى في التلاجة هتاكلوا اكنك ايه بتاكل حاجه، والله العظيم فظيعه فظيعه فظيعه. واللي تكتر فيه الرز وتعمله تخين كده مش هتستمتع ابدا بيه، والله العظيم تحفه. وتاكلوه في الف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك بقى عشان انا تعبت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة بإذن الله، وكل عام وانتم بخير وبصحة جيدة ان شاء الله، ونسمع عنكم كل خير كل حبايب قلبي وحبايب روجي. هنعمل الكنافة بتاعت الفنجان. هنعمل السيرة من الأول أو الشربات. حطيت كوبايتين سكر وكوباية ونص مية بنفس الكوباية اللي عايرنا بيها السكر يا حبايبي. هنحطها على النار ونجيب فرشة كده ونبلها في مية من الحنفية يعني، ونمسح الحروف عشان ما يسكرش معانا. هنحط ايه النكهات بقى؟ هنحط ليمون طبعا، وقشر برتقان جربوا بس، وعود قرفة صغير حتة كده صغيرة، وفانيليا. وخدي احلى سيرم في في القناة، والله يعني مش هتعرفي طعمه ايه بالظبط. اعطيكوا كل الاطعمه كده، وحاجه جميله، حاجه من احسن حلواني. طبعا الكنافه دي كانت في الفريزر، مسكتها قصقصتها وبعدين ضربتها في الكبه، مطولش عليكم. طحنت كده وبقت جميله. ده حشو بندق وسمنه بلدي سايحه، هو ده، هي دي الكنافه اللي على اصولها بتاعت احسن حلواني في اي منطقه يعني. عاملين سكر بودره، هي الكنافه مطحونه، هي حطيت عليها معلقتين كده سكر بودره، وعلى برضو الحشوة عشان تمسك كده جواها، ومعلقة سمنة، وهناك برضو سمنة اهو بالشكل ده. وهنقلبهم بقى مع بعض زي ما احنا شايفين كده. والله والله بجد انتوا عارفين ما بحلف لكم بالله، تحفة جدا جدا جدا. وجربيها بس وعليا، وبس اللي يجربها امانة يقول لي ايه رأيه في الموضوع ده. طبعا لو انت ما عندكيش بندق اعملي مكسرات، بس كناش ناكل مكسرات في رمضان، يعني هناكله امتى يا جماعة؟ يعني شوية مكسرات كده تجيبيهم برضو يعني من نفس الاولاد وكده، وبعدين بتخلي الحاجة غنية كده وجميلة كده، وطعمها زي ما بتشتريها من بره وغالية، الكيلو ب200 و200 ليه ما احنا نجيب شوية بندق ونأكل عيالنا احلى اكل. وطبعا السمنة البلدي لا يعلى عليها في كل الاكلات بصراحة، والفطاير والحاجات دي زي ما احنا شايفين كده حبايبي. حطيت بقى كيس بلاستيك بتاع التلاجة في الفنجان، وحطيت وظبطت سقطتها يعني تحت كده عشان تبقى ليها قاعدة، ودخلت الحشوة وغطيتها بشوية برضو. بصوا فنجان قهوة ده صغير كده، متعمليش الكبير ده احلى حاجة. ولو انت عايزة اصغر من كده، اللي عندها اصغر من كده تعمل برضو، بس احنا ايه خير الامور يعني. عاملكوا واحد كمان اهو اهو. بصي يعني انت حاولي ايه الحشوة دي تبقى في النص، فانا بغطي الجوانب كده عشان تبقى الحشوة في النص، وبسقطها كده تحت عشان تبقى لها قاعدة، ما تبقاش هشة، تبقى ماسكة كده في نفسها وحلوة. عشان الكنافة تبقى هشة كده ما تيجي تاكليها هتتفكك في ايدك، فلازم الكبسة الحلوة دي هتخليها ليها قيمة كده وشكلها جميل كده لما تقدميها لضيوفك طبعا او لاولادك. وهو تعملي كده عشان تتأكدي ان هي اتساوت وشكلها بقى جميل بالشكل ده كله كده. هنعمل ايه بعد كده؟ هنمسك هنعمل طبعا كله اهو زي ما احنا شايفين، وناخد السمنة البلدي السايحة التحفة دي، معلهاش اي حاجة، ما تلخبطيش على السمنة البلدي حاجة، خليها بلدي صافي يعني. تغطي بقى ايه تحاولي تحطي. انا بصراحة ما بغرقهاش سمنة، لكن الحلوانية بيملوها سمنة وبعدين لما تستوي يصفوها، فانا ما عملتش كده. انا غطيت كل واحدة معلقتين سمنة ولا 3 على حسب ما خدت معايا زي ما انتم شايفين كده، وشربتهم يعني استوت ما صفتش ولا حاجة.
زي ما انت شايفة حبيبتي وبالشكل ده. والله يا بنات هتعجبكم جدا، كل واحدة تقوم تعملها لمامتها واللي تعملها لجوزها. يلا وروني شطارتكم. بصوا بقى نفس الموضوع في السيرم برضو اهو. تسقي واحدة واحدة كده بالشكل ده. فاض شوية حشوة في الطبق، ضربتهم في الكبة بما ان الكبة طالعة بره، رحت ضربهم في الكبة وقلت ايه اجمل بيهم من فوق كده. زي ما انت شايفة حبيبة قلبي، والله العظيم تحفة تحفة بجد والله. والله جربيها هتعجبك بالشكل ده. بصي جمال. ولا الريحة بقى قلبت ريحة الشقة. بس كده بالشكل ده. ولو عجبكم الفيديو تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك و... والتعليق اهم حبة اللي وريتهم لكم دول اللي طحنتهم. والتعليق حلو وتقولوا لي بالله عليكم. بس ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هقدم لكم النهارده أكلة خطيرة خطيرة خطيرة، هتعجبكم جدا. يعني قليل ما حد بيعملها، يعني ما فيش كتير بيعملها. هي أساسا أكلة تركية. فيا حبايبي هقول لكم دلوقتي طريقة عمل الشركسية. أي فراخ عندك، يعني فرخة بحالها وتقطعي منها تخليها بعد ما تتسلق، وراك صدور أي حاجة، بانيه. أنا عاملاها بانيه أهو. وتجيبي الكميه اللي انت عايزاها، كيلو، نص كيلو، كيلو ونص، على قد الاسره. ده نص كيلو بالنسبه لنا، ده نص. ماشي. وده البوكيه جارنيه بتاع الشوربه، عشان ده هيتعمل في الشوربه. ده جزر وبصل وطماطم. ماشي يا حبايب قلبي. وده كام فص مستكه، ملح، فلفل. ده بهارات اللي هي مثلا ايه، حبهان ولا قراولو، كبابه صيني. الحاجات دي انا طحناها على بعض عشان احنا مش بنحب الحبهان يجي في بقنا وكده. فده كل ده مقادير الشوربه. ماشي. ويجي بقى ايه، نعمل العيش فينو ده. يكون عندك بايت، عندك توست بايت. فماشي، هنعمل العيش الفينو ده مع اللبن، هننقعه مع اللبن. وهنوريكم هنعمل ايه. يعني الطريقه سهله في نفس الوقت وصعبه، خدوا بالكم. ودي كوبايه عين جمل اهي، ودي كوبايه لبن، مش عارفه قلت لكم عليها ولا لا. وده مقدار الرز بتاعنا على قد العيله، 4 كوبايات رز مغسول اهو متصفي. وده يا حبايب قلبي بصل للتقليه، وثوم، وكزبره ناشفه. كمان زائد فيه ايه، في سمنه بلدي في الرز وفي البتاع دي، في التقليه وفي التحمير هنا. يعني حته سمنه بلدي في كل حاجه، او زبده لو عندك زبده ماشي هيمشي. فاحنا دلوقتي هنروح على البوتاجاز. حته جميله كده. الله عليك، المسكه مع السمنه البلدي بقى ايه. شايفين يا حبايب قلبي؟ واضح عندكم؟ بصوا انا بقلبها اهي، بديها صدمه كده من ناحيتين، وهكذا هخلص الكميه وهوريكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي اهي، كلها اهي تمام. هحط عليها البوكيه جارنيه ده، والملح والفلفل وورق اللورا المطحون والحبهان وكبابه صيني. مش حبايبي احطهم ده. هقلبهم بقى كده مع بعض، يغلوا كده شويه مع بعض قبل ما احط ايه، الميه. ماشي. والله هتعجبكم جدا الاكله دي. طبعا البانيه تنقعوه في ميه وليمون وملح وحبه خل صغيرين، وعلى الاقل نص ساعه، وبعدين تصفيه بعد ما تشطفيه الاول طبعا، وبعدين تصفيه وتحطيه بقى في الحله كده زي ما احنا عملنا نفس الطريقه دي. ده بوكيه جارنيه اللي هو البصل والجزر والطماطم. ده هيديكي احلى شوربه، مش شوربه تبقى بيضه كده من، لا لا لا، هتديكي احلى شوربه. هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ هنحط الميه. بسم الله. هو طبعا احنا هنظبط الملح، يعني ممكن يكون ده ما يحدقش ولا حاجه. هنغطي عليها ونسيبها تغلي، ونغطي عليها نسيبها تستوي، لان الشوربه دي اللي هناخد منها بقيه الحاجات اللي احنا هنعملها يا حبايب قلبي. اهو بقى بصوا العيش بقى هنقطعه كده. ماشي. فيه بيقول لك شيلي القشره دي، فدي والله مش هتعمل حاجه. اهي هقطع العيش كده اهو. عشان الصوص يبقى ياما. انتوا هتشوفوا لما يتعمل هتقولوا اه صح، العيش ده يعني عادي هيقضي يعني، وبالظبط يعني زياده. لا لا، لان احنا بنحب الصوص بتاعها قوي، وانتوا هتشوفوه معانا حبايبي. ونحط عليه كوبايه اللبن دي اهي. هنسيبها بقى تبوش لحد ما نخلص بقى الشوربه وكده. ماشي. اهو يا حبايب قلبي، هنعمل الرز بقى، ناخد من الشوربه الخطيره دي ونعمل الرز. انا حطيت حته سمنه فلاحي برده، حبه شوربه اهو، وهحط الرز. وعقبال ما الفراخ استوت كان ناشف.
نكمل بقى، نحط شوربه تاني على قد ما ايه، انا مش هعاير ولا حاجه. ماشي، اهو هحط بس الشوربه. بصوا هحط حبه كمان برضو، وهظبط الملح. لسه بقيت الشوربه دي عايزينها. احط شويه ملح عبال ما نظبط بقى. شوف ايه، وهيغلي وهوطي عليه يتشرب على الشياطه. وما يستوى بقى هنشوف بقى هنعمل ايه دلوقتي. وما يستوى هنغرف ان شاء الله. اهو بقى بصوا يا حبايبي، انا حطيت الرز هنا يتشرب اهو، اهو يتشرب على مهله. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل التقليه. هي ليها كذا مرحله كده، بس ايه اهو انا بفهمكم بالترتيب. دي سمنه بلدي يا حبايبي، ماشي، انا اللي عاملاها بايدي دي، هبقى مره اعملها لكم. احط البصل، شوح بس شويه، وبعدين هنشوف. لو شمين الريحه الله على السمنه البلدي دي، تحفه تحفه تحفه. شوح كده، ما هو كده انا مش عايزاها تحمر ولا حاجه، عايزاها بس ايه تدبل يعني. وسع كده ونحط الثوم، معلقه ثوم، نقلب كده مع بعض. وشامين الريحه الله والله يا حبايبي، والله اكله تحفه. ودايما الناس ما تعملهاش الا في عزومات، ولو عملتها كمان والله لو دقتوها هتخليها هي عباره عن فته تركي يعني. ماشي، حط بقى ايه معلقه كزبره اهي، شم برده ريحه الكزبره. الكزبره دي انا ما بجيبهاش كده، انا بجيبها حصى واحمصها واطحنها، بتخلي ريحه الاكل غير اللي بنجيبها من السوق الناعمه دي، وكمان صحيه كده وعشان اولادنا وكده. ماشي يا حبايبي، خلاص كده. بصوا يا حبايبي، هطحن ده الاول عشان هحطه مع العيش، لازم يتطحن. الكوبايه دي كلها هطحنها. اهي انا طحنتها اهي اهي، عشان مش هتنفع في الخلاط، قلت اعملها في الكبه الاول. هحط العيش ده اللي احنا عملنا سقيناه بحبه لبن، كوبايه لبن اهو اهو. هحط التقليه اهي، التقليه اللي احنا قليناها، البصل والثوم والكزبره. كوبايه عين الجمل المجروشه اهي، طبعا ما نسيتش فيها ولا حاجه. وبعدين يا حبايبي مش لازم تعملوها بعين الجمل، هي اساسها بعين الجمل، بس مش لازم. اللي ما عندوش يعمل سوداني من غير حاجه، تعملي الصوص ده بعيش فين وبتاع، بس هي اساسها يعني بعين جمل. اللي عنده بقى في العيد وكده يستغل المكسرات اللي عنده زينا كده بتاعت العيد ويعمل بيها يا حبايبي. هنحطها بقى هنا. هجيب شويه شوربه، يلا اهو حبه شوربه عشان بس الخلاط ايه يمشي. ماشي، نجيب بقى الخلاط كده. اهو ضربتها، بصوا اهي. دي لسه هحطها على النار تغلي، هتنقص، وهحط لها شوربه لسه هتدخل. مش حبايب ابي الله، لو شامين الريحه والله يا بنات ويا شباب، لو شامين الريحه والله هتنبهروا. يا بصوا جمال. ده الصوص بقى ده انا لسه هغليه على النار، هنروح على البوتاجاز ونشوف ايه هنعمل ايه. اهي يا حبايبي حطيتها على النار، دي هتغلي بقى كده كام غلوه، وانا حطيت لها كمان حبه شوربه والله، وممكن نزودها شوربه تاني من الحلوه دي الخطيره دي. ماشي، والرز اهو على النار اتشرب اهو. يا سلام على الحلاوه،
الرز ده مش عايزينه مفلفل زي ما انتوا شفتوني كده، مش حورناه في الزيت وكده، لا احنا عايزينه ملبن كده، اكنه رز معمر، اكنه معمر يكون طري شويه. ماشي يا حبايب قلبي، هو بيتشرب اهو لسه. وطبعا الفراخ خلصت، والصوص ده بنعمله لازم يغلي كام غلوه كده، ما ينفعش يتصب كده على طول، لازم يغلي. اعمله بقى وارجع لكم. اهو الرز بنغرفه اهو، انتوا شايفينه، مش عايزينه مفلفل، عايزينه مستوي كده. هي الطريقه كده، لازم الرز يكون ايه مستوي، عشان كده احنا محمرناهوش في السمنه ولا حاجه يا حبايب قلبي. ماشي، هسوي بس الطبق وارجع لكم. اهو يا حبايب قلبي انا حطيت بقى الفراخ كده او كده، اي حاجه زي ما يعجبك اهو، كلها كده اهي. نحط عليها بقى الصوص ده الخطير ده. بصوا التخن بتاعه اهو اهو، وهو كل ما ياخد بيتخن. عايزه تخافي عن كده حطي له شوربه، مفيش مشكله. بسم الله. اهو كده بالشكل ده، لو شامين الريحه بقى وضايقين الطعم. طبعا انا عاملاها قبل كده وعارفه طعمها ايه. ماشي يا حبايبي، حط كده في بول عشان اللي ياكل ويخلص ياخد تاني، يحط من الصوص ده. هنعمل ايه بعد كده يا حبايبي؟ عشان هي تعرف ان كل ده عين جمل يعني وكده، هنجملها طبعا، هنجملها بعين الجمل كده اهو بالشكل ده كده. اهو شايفين الجمال والحلاوه بقى ولا ايه؟ شايفين ولا ايه؟ لو دقتوها كمان والله عسل عسل، هتعجبكم جدا. ها في واحده هي حطها فين اهي، هي حبايب قلبي، والريحه ما اقولكوش. دي بقى وجبه متكامله، يعني فيها الرز والفراخ والصوص والبصل والحاجات دي والعيش الفينو. يعني دي ما عايزه تعملي سلطه، بس هي ما ينفعش معاها سلطه، هو يتحط معاها الصوص او مخلل او حاجه، هي لوحدها تحفه. اهو قولوا لي ايه رايكم بقى. الطبق الخطير ده، بصوا من هنا الرز اهو باين اهو اهو، شايفين الجمال. هي حبايب قلبي ده ان شاء الله يا رب تعملوها وتاكلوها في الف هنا يا رب والف شفا يا رب. ولو عجبكم بقى الطريقه دي وجربتوها او عايزين تسالوني في اي حاجه قولوا لي بقى. يعني تحطوا لايك، تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس عشان يوصل للناس كلها، ويشوفوا الطريقه الخطيره دي اللي ما بتتعملش الا في العزايم. ماشي حبايبي، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا في احسن حال يا رب. عايزة اقولك يا حبيبتي، في الغلو اللي احنا فيه ده هنعمل اكلة اقتصادية فيها النشويات والبروتين وكل حاجة، عشان اطفالنا برضو لازم البروتين للاطفال. فلو عندك نص كيلو لحمة مفرومة، تعالي اقولك ايه هنعمله ايه. طبعا هتجيبي النص كيلو اللحمة المفرومة، هتعصجيها. مش هوريكم التعصيجة، انتوا عارفينها كتير، عملناها كتير. فهتعصجيها بالبصل والجزر والفلفل الالوان وتمام التمام، وحتة زبدة كده حلوة او سمنة بلدي، وهتعصجيها ما تخليش فيها مية خالص كده، تبقى حلوة كده ومحمرة عشان ما تدي طعم. وهتقسميها على البرام بتاعتك يا حبيبة قلبي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اعملي بقى اللي انت عايزاه. الحقيقة انا كنت عاملة ايه اكتر يعني من نص، بس دول اللي قدامكم دول حوالي نص، فاهمين يعني ازاي؟ اهو ده كده ايه نص كيلو. فهتعملي اكلة حلوة وهتقضي يومك برضو حاجة جميلة قوي، والعيال اكلوا واتبسطوا وبرضو ايه حاربنا الغلاء يعني، فاهمين؟ هي اللحمة المفرومة مش رخيصة يعني وكده، بس برضو نص كيلو يعني هنعمل ايه، هتقضي بيه الغرض، فاهمين يا حبايبي؟ بس كده بالشكل ده. وطبعا تجيبي كيس مكرونة كيلو كده او سايبة، اللي تقدري تجيبي عليه، مش تقفيش على اي حاجة. تروحي جايبة المكرونة كده زي ما هي كده، وتحطيها طبعا ايه في البرام، وتعملي حساب مثلا يعني سنتي 2 سنتي كده، ان هي ايه لسه هتستوي يعني، هتملى الطبق كله يعني زي ما احنا فاهمين طبعا.
ولا سلقتي ولا عملتي. وال والصلصة هتعملي صلصة طماطم تشوحيها في بصلاية او مكان الحلة اللي فيها لو عايزة توفري يعني مواعين، او مكان الحلة اللي عصقتي فيها تحطي فيها طماطم على طول ولا بصل ولا حاجة. سبكيها وحط لها مية كده خفيها شوية، لان المكرونة يا جماعة لازم مية. لازم نعمل الصلصة خفيفة و... ونحط لها صلصة بقى. يعني انتي تحطي ايه معلقة صلصة في كل حاجة عشان تبقى حمرة وحلوة. متحبهاش حمرة قوي فحطي الصلصة اللي انا عاملاها دي خلاص تمام كده. طبيعي كلكم بتحبوا المكرونة تكون ايه فيها صلصة كتير. فهنعمل ايه برضو عشان هنا الاولاد يلاقوها حلوة كده ولونها حلو. هنحط معلقة صلصة على كل واحدة كده زي ما احنا شايفين. وان شاء الله هتعجبكم الاكلة دي، كتير مننا عملناها كتير كتير، بس دي بطريقة مختصرة واقتصادية. ما حطيناش طبعا فراخ لان البانيه غالي وكده، يعني بنحاول نقتصد يعني. ماشي يا حبايبي. يعني بالشكل. طبعا انتي الصلصة هتحط لها برضو ملحك وفلفلك وحاجتك والبابريكا والحاجات الجميلة اللي احنا بنحطها دي. مش هنحط كده ايه الصلصة. شايفين انتوا الصلصة عاملة ازاي؟ خفيفة جدا يعني يعني مش سايطة بس خفيفة. يعني مش عارفة اقول لكم ازاي، زي ما انتوا شايفينها كده. ولا شوربة ولا يعني تخينة خالص، ما فيهاش حاجة لان احنا حاطين معلقة صلصة على كل حاجة، على كل يعني بولة من دول. فدي برضو هتعمل حاجة. وطبعا تغلي مية، تغلي لك كاتل مية كده جنبك عشان لو الصلصة مقضتكيش تتصرفي يا حبيبتي. جيش بيقول لنا نتصرف. تروحي مزودة شوية مية سخنة ما يجراش اي حاجة. عايزة تزودي المية ملح تملحيها يعني الحدق العادي وتزودي ماشي. هي البتاع متملحة الصلصة والعصاج متملح وكله تمام. لو نقصك يا ما تقفيش على حاجة هتروحي متصرفة على طول، او تحطي معلقة صلصة في المية اللي بتغليها عادي يعني عادي وتقفيش على حاجة. بس تشبعيها كلها. لازم ايه، لازم تكون زي ما احنا شايفينها كده مليانة على الاخر. يعني غطيها بالطماطم بالشكل ده. لو نقصني انا بصوا شايفين ازاي، شايفين لازم تبقى كده غرقانه كده، لان المكرونه زي ما احنا فاهمين بتشرب وهي لسه نيه بقى هتستوي فيها. فعشان ما تطلعش ناشفه منك فزودي يا حبيبتي ميه مغليه ما يجراش حاجه. عشان احنا ما نحطش الالومنيوم على المكرونه دي هترتفع. عشان صحه ولادنا برضو نحط حته ورقه زبده وبعدين نقفل بالفويل ونقفله كده حلو. طبعا عشان الهواء هو هيستوى في البخار بتاعه. يعني تحكميها كده زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده اللي احنا شايفينه، ونحطها في الفرن وهندخلها الفرن وهنطلعها برضو ايه تشوفوها يا حبايبي. ما تنسينيش بقى باللايك والشير ولو استفدتي بأي حاجة طبعا. والدعوة الحلوة أهم شيء يعني، لأن الدعوة الحلوة لما تدعي لي ربنا إيه يقولك ملايكته تقولك ولك بالمثل. فهي استوت دي زي الزبدة، لأنها زي الزبدة بصراحة جميلة جميلة جميلة. شايفين الحلاوة اهي بالشكل ده. بس هنقلبها عشان نوريها لكم. تسلكي كده الحروف لان انا قلبت على طول بصراحة ما سلكتش وقدرت اهبد عليها. انت بس عشان الحروف بس تسلكيها بس. هي بتنزل شكلها تحفة تحفة. والاولاد بقى بيعشقوا الاكلة دي. يبقى انت حطيت لهم اللحمة
والمكرونة واللحمة فيها خضار، فلفل ألوان والبصل والجزر، كله مبشور طبعا في الكبة، مش هيبان وهياكلوه زي ما احنا شايفين الجمدان دوا. شايفين؟ لايك بقى، لايك. وحطينا بقى الغدا كله اهو، هنتغدى وتفضلوا معانا. بس يعني الأكلة تحفة تحفة. كنا عاملين بطاطس بيوريه كانت بايتة عندنا بدنجان بصلصة ومخلل، وعملنا جنبها البرام ده، كانت أكل عظمة، آخر عظمة. بس يا حبايب قلبي اتفضلوا معانا، وألف شكر ليكوا، يا رب ما تحرمش منكم أبدا، وكل سنة وانتم طيبين صحة جيدة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.